السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ ازي حالكم؟ كل سنة وانتم طيبين وربنا يجعلكم بخير دايما ودائما يا رب العالمين. هنعمل ايه؟ دول كده حبة رز صغيرين مش كتار، علشان ايه؟ هنحشي ورق العنب ده بالحبة الرز دول، ودول التوابل دي ايه؟ فلفل اسمر، قلب شوربة دجاج، الكمون، بهارات المحشي دي الاساس عندي، وشوية ملح. هتحطوا فين؟ على الخلطة بتاعت الايه؟ مفرومة جاية من عند الجزار اهي. هتحط فين؟ على الرز بتاع حشية ورق العنب. معايا عسل اهو، شايفه يا حبيبه قلبي اهو، لحمه كده مفرومه جميله 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 جميله. هتنحط فين؟ هتنحط على الايه؟ اول مره تحط لحمه على خلطه المحشي. شفت ليه بقى؟ عشان خاطر عايزين ناكل كده ورق العنب كده ممزمز كده، من بره كده مليان كوارع، ومن جوه مليان ايه؟ لحمه مفرومه. ماشي طيب. خلطتنا عباره عن ايه طيب؟ خلطتنا عباره عن خضره محشي، لحمه مفرومه، التوابل، التسبيكه الجميله دي. هات لي بقى ايه؟ برطمان صلصه كده من جوه، التسبيكه الجميله، العسل دي. يلا بينا. احلى عمايل صلصه من ايد ام رحاب يا ولاد، احلى عمايل صلصه من ايد ام رحاب اقسم بالله. وهنسيب ده هنا برضه عشان هنحتاجه اهو. الصلاه على النبي، والنبي بعد الحاجات اللي انا حطيتها لي، ما هي عايزه حاجات تانية. واللحمه كده ايه؟ اللحمه كده خلت الرز لافف. شوف، اللهم صل على النبي. حشينا ورق العنب يا شباب، العسل ده ما بيجرالوش حاجه يعني، زي ما هو زي الكرنب. وبعد ما تخلصي بقى ايه؟ رصيه في اي حله. الحله دي كان مكانها ايه؟ مكانها التسبيكه. قلت ايه؟ هنرش فيها الخضره ونرص ايه؟ ورق العنب فيها ان شاء الله بامر الله. نرص فيها ايه؟ ورق العنب الجميل العسل ده، ويتسوى في قلبها. مش هيتسوى كله يعني، مش هسوي كله يعني، مش هسويه كله مره واحده في ايه؟ هو ينحط العقد بتاعه قليل شويه، عشان هكمل عليه سوى مع الكوارع في فرن البوتاجاز، وياخد نص السوى على البوتاجاز من فوق، وبقيته في قلب صينيه تانية غير اللي في الحله مع الكوارع في قلب فرن البوتاجاز. يعني هيتسوى على مرتين ورق العنب ده. ايوه هيتسوى على مرتين، نصه في الحله ونقلبه بقى على صينيه، ونرصه تاني في صينيه، ايه؟ ويبقى معمول كده صينيه ورق عنب بالايه؟ بالكوارع. ما تنسيش اللايك والكومنت والاشتراك في القناه يا عسل. بار في مصر. موسوعه جينيس. والله موسوعه جينيس وصلت يا ولاد ام رحاب، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي عليه. في المنبر في كل حاجه والله. اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد يا رب العالمين. شوف المنبر رفيع ازاي، ولا يهمني رفيع ولا كبير. حط ايدك بس انت كده اهو اهو، شوف ايدك معموله ازاي، وافتحي بس الحلق الرفيع ده اهو، ودخلي بايدك الايه؟ الرز، ونزلي بقى كده بايه؟ بايديك. وزعي الرز كده عشان خاطر ايه؟ الرفيع ده اهو ينزل فيه الرز ويوصل لبعضه. شايفه يا عسل؟ احلى منبر. ودي بقى لما تتسوى كده تبقى رفيعه ورقيقه كده وايه؟ ولطيفه وملطفه اهي. شايفه؟ جنب اخواتها بقى. يبقى بس هحط بس حبه في الحته دي بس كده، حبه في الحته دي بس. جنب اخواتي. عنب ده هيتسوى مرتين، هعمله مرتين. هحط شويه الميه دول يجوا زي ما يجوا ايه؟ زي ما يجوا على ورق العنب اهو. ماشي يا شباب؟ عشان هنرجع ايه؟ نسويه تاني مره تانيه. فهحطه على الايه؟ على البوتاجاز وهو كده. حطه على البوتاجاز ايه؟ وهو كده. هياخد نص سوا، وهرجع اكمل تسويته فين؟ في الصينيه في البوتاجاز مع الكوارع. مع الكوارع ان شاء الله يا حبايب قلبي. هجيب بس الغطا كده، نجيب الغطا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هندلق الميه هنا يا شباب كده. ايوه، عشان نبقى خلصنا كمان من المنبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لايكات يا شباب. الممبار مروت ما تحطيه في ميه. انت حطيت ايه في ميه السليق بقى؟ حطيت ملح وقالب شوربه دجاج فقط لا غير، لان الممبار بيبقى ايه مليان بخير ربنا بقى. وبياخد وقت قد ايه؟ توابل بقى يعني بتاع ساعه بالظبط كده هيكون ايه بقى زي الفل. نوريه لكم برده كده بعد ايه. بصوا بقى انا لسه حطاه الممبار بقى اهو. شايفه يا عسل مرقوط ما تحطيه في الميه اللي بتغلي بيبقى ايه بالمنظر الجميل ده اهو. هو لسه ما استواش بس هو اتحط في الميه اللي بتغلي بيبقى بالمنظر ده، وتشوفي جماله ايه واحنا بنطلعه بقى. هات الطماطم كده اللي عندك ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بصوا يا شباب الصينيه بتاع ايه الكوارع كده هنا نشطفه عليها التوابل، عليها التوابل. نحط بس ايه قالب شوربه دجاج وطعم ايه اللطافه والظرافه دي كده عشان خاطر ايه هوريكي دلوقتي ام رحاب هتعمل ايه. شوف دلوقتي ام رحاب هتعمل ايه بعد ما عملت التوميه كده بتاع الكوارع الحلوه دي كده ايه ظبطناها. هل هي هتتسبك؟ لا، تاخد غلوتين بس. حد عايز اي سؤال يا شباب على ما اقطع الحاجه دي؟ بتعملي ايه بقى؟ هنعمل احلى كوارع بالتوميه الحلوه ونرص في الطاجن الجميل ده كده احلى كوارع، ونشوف هتتعمل ازاي. ونحط التانيه جنب منها كده والتالته جنب هنا كده. نملى الطاجن كده بخير ربنا ونحط الجمال والحلاوه فين هنا كده. تعالوا بقى نشيل بقى التوميه الحلوه دي وننزل على الطواجن. الصلاة على النبي يا صلاة النبي. اللهم صل على النبي. شوكولاتة يا ام رحاب والله العظيم مبدعة طول عمرك. والله انك مبدعة طول عمرك. على الفرن بقى يلا بينا بس على الفرن بسرعة. شايفين الطاجن وجماله؟ يلا ايه انزل دي عليهم كده. دول هينحطوا فين اللي انت مقطعاهم دول اهم. دول هينحطوا فين وناخد كمان حته من دي كده. هتشوفوا دلوقتي ايه. هتشوفوا دول هينحطوا فين دلوقتي اللي اتقطعت دي كده. دي احلى قلبة محشي ورق عنب في رمضان. الصلاة على النبي. مش هتخبطي خبطتين؟ بندي لو انا بحرق حاجه حد الله بعد الشر. الصلاة على النبي. كيكايه دي ولا ايه يا ولاد؟ كيكايه دي ولا ورق عنب ولا ايه يا ولاد؟ كيكايه دي ولا ورق عنب ولا ايه؟ الصلاة على النبي. اللهم صل على النبي. شايفين الحلويات؟ ده خضار يا ولاد شبت وكزبره كنت حاطاه فين؟ في الحله من تحت. هشيله الاول كده وبعدين ايه عشان هنرجع نحطه ونعمله ايه احلى صينيه ان شاء الله بامر الله. الرحمن الرحيم. هنعمل احلى صينيه ورق عنب بالايه؟ بالكوارع. ايوه بالكوارع الجميله الحلوه دي. تخلي الكوارع من العظم وتعملي التوميه بتاعتها تبقى بالمنظر الجميل ده اهو. هنرص بس رصه والتانيه وتلاقيني وانا بدلق كده الحاجه في النص كده هتشوفي جمالها وحلاوتها وجربيها والحياه تجرب. يلا بينا. احلى كوارع. خليت النص وحطيت في الطروف عشان عايزه املى نص عشان انا عايزه املى النص
بالكوارع. عامله نص الطاجن بالكوارع، مش عاملاها بورق العنب. انا فوضت ورق العنب اهو، فوضت ورق العنب عشان خاطر ايه؟ انا عايزه املى النص زي ما انا مليته كده بالكوارع اهو. شايفه يا قلبي؟ زي ما انا مليت الطاجن كده بالكوارع منين؟ من النص كده اهو. احلى من بعض من ايد اللي حبس بالله ما شاء الله. الصلاة على النبي، اللهم صل على النبي. بياخد في التحميل كتير؟ لا، ما بياخدش في التحميل كتير، ثواني بيكون متحمر اهو. في ثواني لسه حطاه اهو، في ثواني بيكون متحمر اهو. ما بياخدش حاجة في التحميل، لا يا قلبي ما بياخدش حاجة في التحميل اهو. حاجة كده ايه؟ حلويات. نجيب الاطباق بتاعتنا الجميلة نفرشها، نفرش فيها الايه؟ الورق. حطيت طبقين الخضر كده يا محمد. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين طاجن الكوارع وهو طالع مشفشف كده واحمر بالتوميه بتاعته؟ شايفين مشفشف كده وجميل؟ شايفه الحلاوه؟ والنبي ابداع يا ام رحاب يا عسل. شايفين الحلاوه؟ نجيب التاني، خليكم معانا. الصلاه على النبي، اللهم صل على النبي. اهدي ونبي شوكولاته. شايفين الحلويات؟ شايفين الكوارع ام رحاب اللي عاملاها بالتوميه كده في الطواجن العسل، ومشفشفه كده وكده وحمرا كده وطالعه من فرن البوتاجاز عسل كده حلويات. انت عايزه بعد كده الحلويات دي والله العظيم كده تعديكي من الجمال والحلاوه. ونشوف بقى ايه الجمال والاجمل والاجمل، طاجن او صينيه ورق العنب بايه؟ بالكوارع واللحمه المفرومه. صينيه ورق العنب بالكوارع واللحمه المفرومه. الربع رز والثلاث ارباع لحمه مفرومه، وفي النص ايه؟ كوارع بالتوميه بتاعتها. ادلقها في الطبق ولا اسيبها بحالها؟ لا زي ما هي هنا. ما اقلبهاش؟ لا زي ما هي. ما اقلبهاش؟ لا، ده احنا لو قلبناها هتبقى اجمل. طب اقلبيه والله اجمل. معايا يا رب. النسوان كلها بتعملها في صينيه المونيا، انا عاملاها فين؟ يا صلاة النبي، اللهم صل على النبي. لا 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 لا، الست دي مبدعه اقسم بالله العلي العظيم. الست دي ملهاش حل والله. ما احنا دايما نقول ايه؟ دايما نقول ايه؟ ايه؟ شايفين ال الكوارع اللي في النص؟ شايفين الكوارع اللي في النص يا ولاد؟ شايفين الرصه العسل؟ دايما بنقول ايه؟ بلاش تقلدونا الله يهديكم، عشان اللي بيليق على ام رحاب اقسم بالله ما هيليق عليك. شايفه الحلاوه؟ شايفه الجمال؟ عايزه شوكولاته بعد كده؟ شايفه الرصه؟ ورق العنب محشي بالقليل من الرز واللحمه المفرومه، وفي النص الكوارع المتقطعه ومعموله بالايه؟ بالتوميه. شايفه الابداع؟ الست دي ابداع، الست دي ملهاش حل اقسم بالله. يلا بينا. بسم الله ما شاء الله. خلصنا حلقه النهارده ورق العنب، صينيه ورق العنب بالكوارع واللحمه المفرومه. الممبار بتاعنا الجميل، العسل اللي شاهي كده وطعمه وريحته جميله. الكوارع بالتوميه واتشفشفت كده في فرن البوتاجاز وحمرا كده وجميله. والسلطه والشوربه والعرق سوس. ويا رب ايوه، ويا رب الحلقه الجميله اللي مرحبه عملتها النهارده دي
تنول اعجابك. احلى طاجن ورق عنب بالكوارع. والله العظيم ثلاثة. تنول اعجابك يا حبيبه قلبي، واقول لك ايه، ما تنسيش الاشتراك في القناه واللايك يا حبيبه قلبي، هتسعد قلوبنا. وكل سنه وانت طيبه. اقول لك ايه، اتفضلي. يلا